يبحث عن الهجوم المرتد السريع، تمريرة أمامية من علي رحيم باتجاه اللاعب منتظر عادل. منتظر عادل يبحث عن التمرير، جول أموري فيصل، وأول أهداف اللقاء بشباك فهد طالب بعد هجمة مرتدة منظمة. يا الله على الهجوم المرتد السريع، تمريرة طويلة وصلت لمنتظر عادل، ومنتظر عادل تمريرة أيضا جميلة لأمور فيصل المنطلق بهذه الهجمة المرتدة، تصويبة قوية وفهد طالب. هل كان بإمكانه إبعاد هذه الكرة؟ حاول الإبعاد بالقدم اليمنى لكن لم ينجح. الكرة دخلت الشباك، وهدف أول مبكر لنادي الكهرباء في الدقيقة 5 عن طريق أمور فيصل الذي يسجل ثاني أهدافه. غيث معروفي للعاني، خلاص 90 دقيقة على وشك النهاية. هل هناك عودة للطلبة؟ هل هناك عودة للأنيق؟ هنا الرأسية وصلت إلى شريف، الله، جول 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 الحسن نعيم ويحسن التصرف الحسن نعيم، ويأتي بهدف التعادل للطلبة. جمهور نخلاق يشهد هلالة زماني، طلاب لو طاح ينخاني آني. جمهور نخلاق يشهد له زماني، طلاب لو طاح ينخاني آني. الجماهير صبرت كثيرا وطويلا إلى أن أتى هدف التعادل بعد تصويبه من شريف عبد الكاظم، أنقذها أمجد رحيم، لكن متابعة من الحسن نعيم. عبعوب يضع الكرة والهدف، التعديل لمصلحة نادي الطلبة وسط فرحة فهد طالب وجميع جماهير العاني. لوعي داخل منطقة الجزاء، لاوند براس لاموسوفو، قطعت، يبحث حسين عمار، تصويبه، يا الله، جول. أتكلم عن سيناريو قلب الطاولة على أمجد رحيم والكهرباء، وشاهد فرحة الجماهير. يا الله، المدفعشي حسين عمار يقدم أوراق العودة من خلال هذا اللقاء. هذا الهدف هو مكافأة الجهود الكبيرة والمتميزة لحسين عمار. السكند بول وجول، يا الله، حسين عمار من اللمسة الأولى.